السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين؟ صحه كلشي على خير. نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. معكم وسيم فاطمه الدولي، ديما الجديد ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم وتجربوه، يعني ما شاء الله، لان الناس اللي كانوا عندي وكلاوه شكروها 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 بزاف. هليلات مخدومين بالحامض كيجوا ما شاء الله ما شاء الله. يعني كنتمنى من قلبي انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات ديالكم الزوينه. كما العاده هذه تحت الطلبيات ديال الوفيات ديالي. قالوا لي ديري لنا عفاك شي حليوه ليا تكون سهله بلا طابع بلا والو. بالنسبه للمقادير، من طبيعه الحال خديت انايا ربعه ديال الزبده، من 200 حتى ل 250 غرام ديال الزبده. خديت كاس الا ربع ديال السكر كلاصي. غادي نخدمو حتى يولي على شكل بوماد. من بعد ما خدمته غادي ناخذ 3 البيضات بحجم متوسط. الا عندكم كبير ديروا غير جوج حامضات مبشورين، جوج حامضات مبشورين. كنخدموا هادشي حتى وكان يتجانس العناصر مع بعضياتهم. غادي ناخذ الفوي وغادي نخدمها مزيان حتى وكان تولي ليا حتى هي على شكل كريميه. وكما كنقول في العاده شكرا كيف ما كنقول في العاده، شكرا على الناس اللي دخلوا عندي جداد، والناس ما شاء الله التعليقات ديالكم الزوينين. مرحبا والف مرحبا. بالفضل ديالكم ان شاء الله حنا كنزيدوا القدام، بالفضل ديالكم كنكتشفوا الجديد، وبالفضل ديالكم حنا في اليوتيوب. من بعد ما خدمتها غادي ندير واحد الكاس الا ربع ديال السكر كلاصي. كما كتشوفوا كاس ما كاملش، كاس الا ربع، وما مدكوكش يعني غير خويت وما عمرش مزيان، لان غتفند في السكر كلاصي. كنبقى نضيف الطحين تدريجيا حتى وكان نحصل على عجين ديال الصابلي. معلقه صغيره ديال الخميره د الحلوه. ما تنكثروش فيها الخميره د الحلوه. هذا العجين كما كتعرفوا الحامض ما شاء الله مع الخميره كيتفاعل بزاف. حنا ما بغيناش تجي مشطحه. معلقه في هاد المقادير اللي عطيتكم راها كفايه، من لا اقل ولا اكثر، باش كيبقى الشكل ديالها منظم وما كتفرقعش وما كتزيدش في الحجم. الا زادت كتزاد شي حاجه قليله، يعني ما كتشتحش. وبمعلقه ومع هذيك القشور الحامض راه كتجي خاويه من الداخل. كنجي ما نقول لكمش. تنبقى نجمع هذا العجين هذا كما كتشوفوا حتى وكان نحصل على عجين ديال الصابلي، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف، باش يجينا في الخدمه هو هذاك. تبعوا المقادير ان شاء الله وغادي تنجح معكم الوصفه مليون على مليون. انا ما تندلكهاش، غير تنجمع المقادير كلها باش تجانس مع بعضياتها فقط. هذا هو الشكل اللي بغينا ديال العجين ديال الحلوه، على هذا الشكل هذا، على هذا القوام. شفتوا؟ على هذا القوام خصها تكون عندنا. كنشدها ها هي ان شاء الله. غادي نحطها علاش غادي نخدم، وغادي نقسمها على جوج. يعني ما شاء الله عطاتني جوج طاوات. هذه العجينه الاولى غادي نشدها. هذه العجينه الثانيه كما كنقول لكم قسمتها على جوج. غادي نخدمها بالكاس. الا عندكم نتوما الطابع ديال النجيمات، الطابع ديال الهلال، من الاحسن، ولكن انا ديما تنخدم هاد الهليلات هادو بالكاس. يعني ما شاء الله يدي ماشيه عليها، كتجيني مطبوعه ومقاده وحده بحال وحده تشبه الاخرى. بالنسبه للرق ما تكونش رقيقه. غنوريكم السمك ديالها ضروري. ما تكونش رقيقه بزاف. يعني هذيك البدايه ضروري حنا كنقادو باش كتعطينا واحد الحجم اللي هو زوين. على هذا الشكل حنا بغيناها، وعلى هذا السمك هذا كما كتشوفوا. ما رقيقش وما غليظش بزاف، يعني على هذا السمك هذا.
تنبقى نستمر انا نطيب. اهم حاجه في هاد الحلوه هادي خصها طيب وما تعطيناش واحد اللون اللي هو غامق، تبقى تقريبا في لونها. كديروا 85 ديال درجه الحراره. انا عندي الضوء، انا عندي الفران ديال الضوء. كطيب من التحت شويه غير تبدا تشد راسها، وكنشعلو من الفوق والتحت كما كنقول لكم. كل فران وكاين اللي عافيته ثقيله، كاين اللي النار ديالو خفيفه. بالنسبه للفران ديالي انا ثقيل في هذا، وما شاء الله كيطيب لي حلوه زوين. فران مغربي ولكن ما شاء الله يعني كيطيب زوين. وهذا هو شكلها من طبيعه الحال قبل ما طيب. يعني شوفوا راهي متساويه مع بعضياتها. وانتم انكم ميزانكم اللي جاتكم شي وحده كبيره قادو يعني غير بالكاس، وانتم كتقادو ديروا. كما قلت لكم في الطياب ما بغيتش انه انا لونها غامق، راها طايبه طايبه ما شاء الله. كتجي شي حاجه اللي هي زوينه. كنشد انا السكر كلاصي وكنبدا نفندها كلها في السكر كلاصي، والطاوه الاخرى راه هي كطيب حتى هي حتى تبرد. هذه راه بردات يعني حتى تبرد الحلوه، باش ما كتنديش معنا السكر كلاصي بحال ما درنا والو. خليوها تقريبا حتى تبرد مزيان، تبرد. وعاد كنفندوها في السكر كلاصي ونحطوها. راه ما شاء الله نتوما كلكم راه عارفين هذه. يعني هذه ديال الحامض صدقوني كتجي زوينه. شفتوا كنوريكم الطياب ديالها خصو يكون على هذا الشكل هذا باش كتجي زوينه. ويعني الحلوه كتعرفيها باللي اللي خدمتها راها ما شاء الله. بغيتو ديروا لها العصير ديال الحامض والسكر وشويه ديال الماء، كطيبوا على شكل شرابات، كتغمسوها في الشرابات اللي دويت لكم عليها، وديروا عليها الكوك او السكر كلاصي حتى هي كتجي زوينه. ولكن انا بغيتها بالقرمشه ديالها كتبقى ليا يعني مده اطول، حيت انا جربت هذيك المبلوله ما عجبتنيش. كتبقى كتجي منديه بزاف، ما عجبتني. جبتني هاد الطريقه هذه. انا كنجرب الطريقات كاملين، الطريقه اللي كتنجح معايا هي اللي كنشاركها معكم. كنستمر حتى وكنكمل الحليوه ديالي. وان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. كما تنقول لكم ديما بارطاجيو ليا قناتي. وشكرا بزاف للناس اللي دخلوا عندي جداد. شكرا بزاف على التعليقات الزوينين. وهاد الحلويات هذه اللي درت اليوم راه طلبيات يعني ديال الناس المتتابعين ديالي طلبوا مني يعني ندير لهم شويه ديال الحلوه. قلت لهم مرحبا والف مرحبا. وهذا هو الشكل النهائي من طبيعه الحال من بعد ما كملت. شفتوا كتجي ما شاء الله. كتجي شوفوا يعني غادي نتقاسم معكم وحده اللون ديالها صفر من الداخل بداك القشور الحامض، وكتجي ما شاء الله ما شاء الله زوينه 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 بزاف. يعني كنتمنى من قلبي الخالص انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق الزوينين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو قادم باذن الله تعالى.